الدهب في مصر ثابت وبيتحرك حوالين ال 6000 جنيه، شوية 5800 5900 6050 في الرينج ده، وده بقالنا فترة. يا ترى الدهب هيزيد ولا هيقل؟ وايه اللي هيحصل الفترة الجاية؟ والحقيقة الوقت اللي احنا فيه ده بنسمع اخبار متناقضة كتير جدا، وكل خبر كفيل ان هو يودي الدهب في حتة تانية. يعني من الاخر في رأيين، رأي بيقول ان الدهب هيزيد ورأي تاني بيقول ان الدهب هينزل. الرأي اللي بيقول ان الدهب هيزيد عنده نقط فاليد جدا الصراحة. اولهم ان احنا داخلين على ازمة اقتصادية كبيرة جدا، وخاصة طول ما الحاج ابو حنان موجود والدولار هيروح في 60 داهية. ولو الفيدرالي الامريكي قرر يثبت او يقلل الفايدة، ساعتها الدولار هيقع، وهو ده اللي عايز ابو حنان اصلا. شايف ان الصين مقللة العملة بتاعتها قدام الدولار، طب ما اعمل زيها وانزله انا كمان. وده لو حصل اكيد الدهب هيزيد وهيزيد بقوة. الرأي التاني بيقول ان العركة بتاعت ايران والقصص اللي عمالة تحصل هناك دي، لو العركة بجد قامت تاني والمرة دي هيبقى فيها ناس كتير متدخلين، باكستان على دول الخليج على امريكا، وربنا يستر، ساعتها البترول اكيد هيزيد وهيعمل رقم خزعبلي، ومتوقعين ان هو يوصل ل 200 دولار للبرميل الواحد. وده لو حصل بورصة الذهب اكيد هتنزل، لان زي ما انتم عارفين البترول والدولار في كفة والذهب في كفة تانية، فلو الاتنين زادوا بجد الذهب اكيد هينزل. يا ترى ايه اللي هيحصل؟ يا ترى مين اللي هيكسب؟ ادينا هنشوف. المهم ان الذهب كده كده هيزيد بعد القصة دي. وبس كده، كان معاكم دكتور ياسر الطويل، وده الجواهرجي. سلام.